يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. الوجبة دي فعلا مكوناتها تنفع تعملي بيهم طريقتين، بس أنا عايزة أقولك على حاجة أحسن. ما تيجي نرجع للطريقة الأولى بتاعتنا في المخلل بتاع البتنجان، وسيبك من الطريقة دي خالص، وتعالي أحكيلك حكاية تانية خالص بعيدة عن اللي احنا بنعمله ده. وعلى فكرة، قبل ما أقولك الحكاية اللي عايزة أحكيها لك، الوجبة دي طلعت طعمها حلو، بس أنا ما حبيتش البتنجان بالطريقة دي، حبيته بالطريقة اللي كنا بنعملها زمان. هحكي لك بقى حكاية دلوقتي. ايه المانع ان احنا لو ناخد حتى 50 جنيه 30 جنيه 20 جنيه على حسب المقدرة بتاعتنا، ونجيب بيهم اي حاجة ونوزعها. اصل ربنا سبحانه وتعالى ما قالش بكترها ولا بالكمية ولا بالمبلغ اللي هندفعه. ده ممكن 5 جنيه نجيب بيها سندوتش ونطلعه وربنا يدينا الثواب. ما تيجي نعمل كده كل كام يوم، او حتى كل اسبوع ولا كل شهر. المهم دايما الثواب ده تكوني حاطه ببالك، وحاولي ان انت تعمليه كل فترة صغيرة علشان يكون في خير وبركة في بيتك. بلاش ان احنا ناكل اللقمة وننسى الناس اللي حوالينا. اي نعم، يمكن احنا كمان ظروفنا على قدنا، بس حتى لو فرقت جنيه طلعيه وخدي فيه ثواب، يديك البركة والخير في بيتك وفي حياتك وفي اللقمة اللي هتاكليها. النهاردة عندنا اكل، بكرة يعانم فيه ولا لا. فاحنا لما نطلع الخير ربنا دايما يكون فاكرنا، ويكون الثواب في حياتنا على طول. حاولوا تعملوا كده ولو كل فترة صغيرة، متنساهمش، هما محتاجيننا، ويمكن احنا اللي محتاجينهم اكتر. اعملي بقى بكل الطرق اللي انت عايزاها. هاتي بقى وجبة صغيرة، هاتي سندوتش ووزعي، مش لازم حاجة تعمليها بايدك، ده انت ممكن حتى تشتري لهم فلافلاية ورغيف وحتة مخلل هيفرحوا بيها، بس يكون منظمة وفي كيستها ونضيفة علشان ما نحرجهمش ولا ان احنا حتى نضايقهم. وممكن تعمليها بفرخة وبطة ووزة زي ما انت عايز، ان شاء الله حتى تجيبي لهم خروف، شوفي مقدرتك واعمليها. ممكن تطلعي فرخة نية، ممكن تطلعي خضار، ممكن تطلعي فرخة معاها الخضار، زي ما انت عاوزة. المهم ياريت الإطعام يكون في حياتك دايما علشان تساعدي نفسك، لأن هو ده اللي بيدخل البركة. قلنا زي ما قلنا إن حتى لو فلافلاية. ويا رب يجعل الخير كله في ايدك، ويجعل كمان ايدك كلها هنا وبركة. وعلى فكرة، برغم ان الصنفين مختلفين، لكن صدقيني المكونات واحدة، واديكي شايفاهم وطعمهم الاتنين احلى من بعض. بس زي ما انا قلتلكوا، انا حبيت البتنجان بالطريقة اللي هي كنت بسلقها، لكن الطريقة اللي انا عملتها دي بصراحة انا ما حبيتهاش. بس هي نازلة على النت كده وكله بيعملها، وقلنا نجربها زي ما بيقولوا كده ترند. لكن انتي حاولي تجربي الطريقة الأصلية بتاعتك، بس خلي بالك المكونات فعلا كلها واحدة. وخدت من العيال اللانش بوكس أو حد يقول لهم، اديني خدته وحطيت عليه شوية زيت وحفظتها. ويا رب يجعل أيامكم كلها أحلى من الهنا وأحلى من الخير، وحاولوا ان انتوا تعملوا الخير، ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.